في بلاد متقدمة مشهورة بالتكنولوجيا والدراما والرقي، كوريا الجنوبية بلاد اللي كيعتبروها من الدول القوية في العالم، وكانت دائما كتلمع بالإبداع والإنجازات. الناس كيعيشوا بسرعة، الروبوتات في الشارع والهواتف الذكية كتبدل كل عام، التعليم تطور والاقتصاد مزدهر. ووسط هاد البلاد اللي كل شي فيها محسوب بدقة وقوانينها صارمة وقودات ديالها كيبانوا نزهاء، في عام 2013 وقع تحول كبير. كوريا الجنوبية انتخابات أول رئيسة في التاريخ ديالها بارك جون هاي. الناس فرحوا، الإعلام غطى اللحظة بالبكاء والتصفيق، والنساء حسوا أخيرا أن وحدة منهم وصلت للقمة. قالوا ها هي المرأة القوية، بنت الرئيس السابق بارك تشونغ هي رجعت باش تكمل طريق باها وتخلي بصمتها. لكن ما كانوش عارفين أنها الطريق فيها منحى مظلم وحكاية أغرب من الخيال. وراس الستار ماشي كلشي كان وردي، كانت سيدة ماشي برلمانية، ماشي وزيرة، ماشي مسؤولة، ولكن كانت كتحكم، كتعطي الأوامر، كتشكل الحكومة وكتراجع الخطاب. وحتى الشركات الكبرى بحال سامسونج كانوا كيسمعوا ليها وكيرضخوا لرغباتها. الاسم ديالها تشوي سونسيل، بنت واحد الراجل كان معروف بالمعلم الروحي ديال بارك. منين كانت بارك صغيرة وفقدت الأم ديالها، هاد السيد دخل لحياتها كمستشار ديني ونفسي وربى فيها ثقة عمياء في بنته. تشوي كبرت وسط هاد العلاقة، ولات بحال الأخت والظل والناصح والمتحكم. واحد الوقت حتى الخطاب الرسمية ديال الرئيسة كانت تشوي كتراجعها قبل ما تخرج للشعب. القرارات الحساسة، تعيينات الوزراء، عقود الملايير، كله كان كيدوز عبر يدين وحدة ما عندها حتى منصب رسمي. في 2016 صحفيين بداو يلاحظوا التلاعبات، خرجت تسريبات خطيرة وتفجرات فضيحة القرن. لقاو أن تشوي كتستغل النفوذ ديالها باش تجمع تبرعات إجبارية من أكبر الشركات وكتستثمرها في مؤسسات خاصة بها. الشعب تصدم، خرجوا الملايين يحتجوا في الشوارع يطالبوا بالعدالة وكيقولوا كيفاش سيدة خفية كتحكمنا، فين الشفافية، فين الديمقراطية. تحقيقات بانت فيها رشاوي، فساد، صفقات مشبوهة، وبارك بنفسها تبين أنها كانت مجرد دمية في يد صديقتها. في 2017 المحكمة حكمت على الرئيسة ب24 عام ديال الحبس، وتشوي تشدات 18 عام. وهذه كانت واحدة من أكبر الفضائح السياسية في تاريخ كوريا الجنوبية. القصة ديال بارك وتشوي ماشي غير قصة ديال الفساد، هي جرس إنذار لنا كاملين على أن ما كيشوفوه عيوننا ماشي دائما هو الواقع الحقيقي. راه في هذا العالم كاينين بزاف ديال تشوي، ناس كيتحكموا من الخلف بلا ما يكون عندهم لقب، بلا ما يبان اسمهم، ولكن عندهم الكلمة الأقوى. هنا في بلاد متقدمة بحال كوريا الجنوبية وقع هذا الشيء، فكيفاش ما نطرحوش السؤال شنو وقع في بلادنا، في حكوماتنا، في شركاتنا؟ واش القرار كيتاخد فعلا في المكاتب الرسمية، ولا في هواتف سرية، وفي اجتماعات مظلمة، ولا وسط علاقات خفية ماشي في المعلن؟ الدرس الأكبر هنا هو أن الثقة ضروري تكون مشروطة بالشفافية، وأن القيادة الحقيقية ماشي غير بالمظهر والكاريزما، ولكن بالمحاسبة وبالنية وبالوضوح. وكاين عبرة مهمة بزاف، أي سلطة كيف ما كانت إلا ما كانش وراها شعب واعي ونظام كيراقب وكيحاسب غادي تولي سلطة مطلقة، وحتى ولو جا شي واحد خايب يقدر يدير بها اللي بغى. وحتى احنا كمواطنين خاصنا ما نبقاوش نصدقوا أي وجه كيبان في التلفازة. الزعيم الحقيقي، القائد الصالح، ماشي بالضرورة هو اللي قدام الكاميرا، يمكن اللي كيقرر فعلا هو اللي مخبي وكيضحك علينا كاملين. إلا عجبتك هاد القصة دير لايك وبارتاجيها باش توصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وخلي لي رأيك في التعاليق. شنو كتشوف؟ واش ممكن تكون كاينه شي تشوي اخرى كتسير من الكواليس حاليا؟ وشنو هو أخطر نوع ديال الفساد في نظرك؟ وما تنساش إلا بغيتي مزيد من القصص الغامضة والسياسية خليك ديما مع حكايات من المغرب، حيث هنا كاين الواقع اللي كيفوت الخيال.